السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي قوي موجوده في الفريزر عندنا. هنستخدمها، هنعمل بيها السندوتشات دي كلها. عملت كميه محترمه بربع كيلو بس. يلا نبدا مع بعض. هنبدا نجيب الهون بتاعنا، بس يا ريت بقى تتابعني باللايك والاشتراك علشان يوصلك فيديوهاتي، وحطوا اللايك يا جماعه عشان خاطر الفيديو يتفعل. اول حاجه جبت الهون وحطيت فيه قرن فلفل اخضر. ممكن تحطي قرن فلفل كمان شطه لو حبيتيها يعني مشطشطه. وحطيت كمان شويه كده من الثوم، ودقتهم كويس جدا لغايه ما اتهرسوا بالشكل ده. خلاص، بعد كده بقى هحط عليهم شويه من التوابل. حطيت شويه من الملح وعليهم شويه من الكمون، وكمان اديتها عصره ليمونه كده. يعني فلفل اخضر، اللي هم فيه فلفل اخضر، شويه من الكمون وشويه كمان من الثوم، وهرستهم كويس جدا. وحطيت الملح والكمون زي ما قلنا وعصره ليمونه. خلاص، بعد كده خلاص هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. وكده خلاص التتبيله دي بقت جاهزه معانا. هنحط التتبيله دي على ايه؟ هقولك دلوقتي هنعمل بيها ايه. حاجه بجد في التلاجة، او ممكن تشتريها كمان، بتبقى رخيصه مش غاليه قوي. ده عباره عن ربع كيلو من كبد الفراخ. انا قطعتها شرايح صغننه وغسلتها كويس جدا تحت الميه. لازم تغسليها تحت ميه جاريه. تمام، كبد الفراخ لازم تتغسل وتتنضف كويس جدا. وبعد كده حطيت عليها التتبيله دي وقلبتها فيها شويه كده علشان خاطر تتبل، ولو فيها اي زفاره تروح منها بالتتبيله اللي احنا حطيناها طبعا، والليمون والكلام ده. تمام، هنقلبها بقى كويس جدا التتبيله مع الكبده دي، وهحطها في المصفى زي ما انت شايفاها كده. وهجيب بقى بصلتين كده وهقطعهم جوليان. انا حبيت اوريكي هقطعهم ازاي. اهو بقطع البصلايه على نصين، وبعد كده بقطعها شرايح زي شرايح جوليان كده. خلاص، بعد كده الكمية الربع كيلو اللي احنا عملناها ده هيقطع معاكي كمان نص كيلو من كبد الفراخ. بجد طعمها جنان، انا بحب اعملها بالطريقة دي جدا. بتبقى طعمها لذيذ ونضيفة وما فيهاش اي زفارة، ولا عمرها هتزفر منك. خلاص، وهتبقى نضيفة وكل حاجة. وادي انا عملنا سندوتشات تنفع مثلا ممكن في الغداء او في العشاء، او ممكن تاكلوها بعيش كده. يا رب يكون قدرت افيدكم بحاجه بسيطه اقتصاديه، تنفع طبعا في الغلا اللي احنا فيه. سهله جدا وبسيطه وكمان مشبعه. تمام، بعد كده سخنت خلاص الطاسه وحطيت فيها شويه من الزيت وعليهم كده معلقه من السمنه عشان تدي طعم حلو للفراخ. وبعد كده حطيت البصل وشوحته لغايه ما اتصفر بالطريقه دي. خلاص كده البصل بقى لونه اصفر وتشوح كده مع معلقه السمنه وشويه من الزيت. كتر الزيت حبه كده علشان خاطر البصل يتحمر فيه ويبقى لونه بالصفار ده. بعد كده حطيت الكبده وقلبتها. اول ما اديت لون كده بس كده يعني في الطاسه، رحت مقلباها مع البصل. وحطيت كمان، شلت معلقه من التتبيله وحطيتها. يعني التتبيله لما تحطيها على الكبده في المصفى، شيلي منهم معلقه حطيها وهي في الطاسه. تمام، خلاص بقى حطيت عليها شويه من الفلفل الاسمر، شويه من الملح، وشويه برضو من الكمون. وخلاص هي دي كده الكبده وخلصت خالص. هقلبها بقى تقليبه سريعه، ما تكتريش التقليب فيها عشان خاطر مش تتهري مني. بسيبها بقى على النار تستوي. ما بتاخدش وقت خالص، يعني في ثانية بتلاقيها استوت. وهي خلاص استوت. اول بقى ما بتستوي خلاص باللون ده، انت طبعا كل ما تديها بس تقليبه كمان على وش وتقليبه عند وش التاني، ما بتاخدش وقت على النار وبتكون خلاص استوت. بعد ما استوت وتشيليها من على النار، هتبدأي تعصري عليها عصرة ليمون. الليمون ده بيبقى طعمه تحفة جدا على الكبدة. بتبقى طعمها حلو قوي، جربيها بجد بطريقتها هتعجبك. وبعد كده جبت الفينو وحطيتها في السندوتشات. فكرة سهلة وبسيطة تنفع للجوع بالليل، تنفع مثلا في الغداء. سهلة جدا وبسيطة، يعني مش غالية خالص. حبيت اعمل لكم حاجة كده سهلة. آه، ممكن تتعمل من كبد الفراخ لو جايبة فراخ ومحوشاها، او ممكن مثلا لو شارياها. خلاص، ومن ربع كيلو تحسي ان الطاسة مليانة ازاي، عاملة يعني يعتبر نص كيلو من الكبدة. شايفه؟ وكمان انت لما هتعمليها في البيت هتملي السندوتش كده، وطبعا انت بتاكلي عيالك وبيتك، فطبعا السندوتش هيكون مليان زي ما انت شايفه او شايفه. بجد طعمها روعه، ولا البصل طعمه احلى واحلى. عملت كل السندوتشات. الكبده عملت معايا كل الكميه اللي انت شايفاها دي. كميه محترمه تشبع وسهله وبسيطه وكمان مش مكلفه خالص. يلا بقى، لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، وهتوحشوني جدا. مع السلامه.